يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني كتير كتير. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والرضا والسعاده وراحه البال، اللهم امين. النهارده بقى عندنا يوم جديد وروتين جديد مليان طاقه ونشاط. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله هتتبسطي منه. زي ما انتم شايفين اهوت، احنا بدأنا يومنا طبعا بالغسيل. طبعا لما غسلنا الاول حطيناه في الغساله وشغلناها، وبعد كده قلنا بقى نشوف هنعمل ايه ويومنا هيمشي ازاي. اول حاجه جبتها كانت الطماطم دي، كنت انا مطلعاها من بالليل يعني عشان تفك وكده، لاني كنت هعمل اكل محتاج ان انا اعصر فيه طماطم في الخلاط. وزي ما انا قلت لكم ان انا الطماطم اللي بتفيض عليا دايما بحطها في الفريزر للايام اللي بتكون فيها الطماطم السعر بتاعها غالي، ببتدي بقى استعملها. معايا هنا فرخه بقى كانت جايالي، يعني كانت ماما كانت جايالي بزياره وكده، وكانت جايباها عشان ابو لينا وكده، وقالت لي اعمليها. فانا طلعتها بقى، كنت برضو مطلعاها من بالليل. قلت بقى ايه، اعصر عليها ليمونه كده واسيبها تتنقع على ما اخلص بقى المواعين بتاعتي، واشوف انا هروق الحوض بتاعي ازاي. وهبقى امسك المواعين بتاعتي كده اغسلها وانضف الحوض بتاعي الاول، وبعد كده هنبتدي بقى نعمل الغدا بتاعنا زي ما احنا عارفين. بحب اقول لماما ربنا يخليكي ليا يا حبيبه قلبي، وما يحرمنيش منك ابدا ولا من دخلتك عليا انتي وبابا دايما. والله العظيم يا بنات لو قلت لكم، ايام ما كان جوزي تعبان كانت بتتصل بيا بالخمس ست مرات تطمن عليه بصراحة يعني. وكانت برضو اختي ربنا يديها الصحة يا رب ويخلي لها اولادها. لما كنت بقول لها يا حبيبتي بتتعبي نفسك وتتصلي كتير، تقول لي انتي اختي وهو اخويا. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي وما يحرمنيش منكم ابدا. واخويا كمان والله كان بيبقى مسافر بعيد عننا، يعني بيتصل عليا دايما يسأل على جوزي. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ويخليكم ليا دايما سند في حياتي، اللهم امين. مسكت بقى كده الاول، قلت بقى انضف المطبخ بتاعي، لان بصراحة الفترة اللي كان ابو لينا فيها تعبان، لان الفيديو ده متسجل بقاله فترة بس انا ما كنتش مسجله على صوت ولا منتجاه، فقلت بقى اعمله كده. لان كانت الايام دي كانت صعبة جدا يعني، والله ما كنت بفضى خالص. كنت باجي بقى بالليل ما كنتش بقدر اعمل حاجة. فقلت بقى ايه، اسيب حبة الاطباق والمواعين دولت للصبح، اقوم بدري لان كنت صاحية بدري يوميها، ونشوف احنا هنعمل ايه ويومنا هيمشي ازاي. اول حاجة بقى مسكت المواعين بتاعتي، طبعا غسلتها بقى كده ووضبت الدنيا حواليا. قلت عشان هو المطبخ نضيف، هو بس شويه المواعين اللي كانوا على الحوض دول. قلت بقى اظبط الدنيا كده، وبعد كده ايه نشوف احنا هنعمل ايه. معلش يا حبايب قلبي انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات الفتره ديت، معلش انا تعبانه شويه، والله عندي دور برد يعني شديد شويه. فانا معلش انا اسفه ان انا ممكن يكون بقالي حوالي 3 ايام ما نزلتش اي فيديو، فمعلش اتحملوني الفتره اللي جايه. غسلنا بقى المواعين بتاعتنا كده، وقلنا ننضف الحوض معانا. ظبطنا الدنيا بقى وغسلنا الحوض بتاعنا وشطفناه بالميه كده. قلنا بقى ايه، نمسك الاطباق بتاعتنا بقى، كل حاجه نحطها في مكانها. طبعا اللي بتتحط في المطبخ حطيناها، واللي بتتعلق وكل حاجه ظبطنا الدنيا حوالينا. تمام يا بنات، تمام. قلت بقى كده اجيب بقى البصل بتاعي اقشره، لاني كنت هعمل محشي. وانتوا عارفين بقى ان المحشي عاوز مثلا بياخد منك وقت شويه في المطبخ، يعني اكتر اكله بتاخد مننا وقت شويه في المطبخ. فزي ما قلت لكم انا كنت صاحيه بدري، شطبت مواعيني الحمد لله، خلصت كل حاجه. هنقشر بقى البصل بتاعنا عشان نعمل التسبيكه بتاعه المحشي. في الحقيقه انا كنت جايبه الكرومبه لو تفتكروا في المشتريات بتاعه السوق، بس للاسف يعني ما كنتش ما صورتش وانا بسلقها وكده، لان كان التليفون بتاعي كان فصل مني خالص وما كانش راضي يصور، يعني كان متحمل عليه فيديوهات كتير وكده. فانا بقى سلقتها وقلت بقى ايه، يا دوبك بس اعمل التسبيكه بتاعتها ونبتدي نحشيها. جبت بقى البصل بتاعي كده قشرته، طبعا غسلته غسله حلوه، لميت بقى كل حاجه معايا على الترابيزه مش هحتاجها. رحت بقى هنا على البوتاجاز، معايا حله على النار هنزل عليها بالزيت. كمان البصل بتاعي بقى ابتدي بقى ايه اخرطه ناعم كده. زي ما قلت لكم يا بنات انا ما عنديش كبه، فبعمل دايما البصل على ايديا. هو طبعا عذاب، واكتر حاجه بتعذب الواحده ست في المطبخ هو البصل، بس معلش هنعمل ايه. خرط البصله بتاعتنا بقى، ونبتدي بقى ايه نحمرها معانا في الزيت. انا زي ما قلت لكم دايما ما بحبش احمر البصله لاي تسبيكه زياده عن اللازم، يعني يا دوبك بتبقى سفيري كده، لان ما بحبش دايما التسبيكه تبقى يعني ايه حاميه او تقيله او كده في الاكل. خرطنا بقى البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين اهوت. هعمل ايه، هبتدي بقى ايه، هقلب بقى البصله بتاعتي كده تقليبه، وهروح بقى على الخلاط اضرب الطماطم بتاعتي اللي احنا كنا مطلعينها من الفريزر.
زي ما قلت لكم يا بنات، توفير الطماطم دايما عندك في الفريزر بيوفر عليكي جامد قوي لما تكون الطماطم معاكي السعر بتاعها غالي. انا دايما بوفر في الايام اللي انا مثلا بجيب فيها الطماطم ال4 ب10، ال3 ب10 كده. حتى لو عندي وانا رحت السوق بجيب. نزلت بقى بالطماطم بتاعتي على البصله، وجيت بقى هنا ايه وسبتها بقى، حطيت حبه ملح وسبتها تتسبك. جيت هنا بقى قلت بقى ايه اتبل الفرخه بتاعتي عشان اولع عليها. حطيت طبعا حبه ملح وحبه فلفل اسمر وورقتين من اللوري، وتبلت بقى الفرخه بتاعتي من الداخل كده. وجيت بقى هنا على النار حطيتها في الحله، حطيت بصلايه طبعا عامله طماطم معصوره، ملح، فلفل، ورق لوري. اللهم صلي على النبي، صليتوا بينا على النبي يا بنات، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وماجي وبهارات فراخ. وابتديت بقى اسيبها في التتبيله بتاعتها كده بقى تشرب منها. وبعد كده هنهدي النار عليها بقى ونسيبها ايه تاخد وتدي مع نفسها كده. هنيجي هنا بقى هنبتدي بقى ننضف الخضار بتاع المحشي بتاعنا. انا معايا هنا ربطتين من الشبت والكزبره، قلت بقى انضفهم كده عشان لو فيهم اي حاجه مثلا صفرة مش نظيفه كده ابتدي بقى انضفهم. طبعا عارفين ان خضار الشتا يا بنات بيبقى كتير، فانا دايما من النوع اللي بحب اكتر خضره جدا في المحشي، بتدي لها نكهه وطعم خطير. وعلى فكره في ناس في الوقت دوت، يعني في وقت الشتا دوت اللي بتبقى الخضار فيه كتير، بتجيب الكزبره والشبت ده وبتغسله وبتخرطه وبتحطه في الفريزر. بس انا بصراحه يا بنات ما عمري ما جربته. يعني انا دايما لو هعمل المحشي حتى لو الخضار غالي او كده بضطر ان انا اجيب، لاني مش عمري ما استعملته، يعني عمري ما استعملت اللي في الفريزر وكده. نضفت الخضار معايا بقى وقلت بقى ايه اظبط الدنيا حواليا كده الاول قبل ما اغسل الخضار. لو انتم ملاحظين دايما انا ما بحبش اي حاجه تبقى على الحوض، بحب دايما انضف الحاجه اول باول عشان الواحد ما يزهقش من المطبخ ويمل ويلاقي الدنيا كده اتكركبت حواليه مره واحده وما يقدرش يعمل حاجه. هبتدي بقى اغسل الخضار بتاعي كويس جدا، لان طبعا بيبقى الميه بتاعته معكره ومش نظيفه. طبعا نضفناه كويس، لو في اي حاجه صفرة شلناها زي ما قلنا. ابتدينا بقى نغسل بقى الخضار بتاعنا كويس. هبتدي بقى اصفي الخضار بتاعي كويس من الميه عشان ابتدي بقى ايه اخرطه واظبطه معايا كده. هاجي بقى هنا على الفراخ الاول. طبعا هشوف بقى الفرخه بتاعتي كانت خلاص اتشوحت في التتبيله اللي انا عاملاها لها. ابتديت بقى انزل عليها بالمرقه كمان. التسبيكه بتاعتي اهي يا بنات ابتدت ان هي خلاص تتسبك. ادي بقى الكرنبه بتاعتي. طبعا انا قلت لكم ان انا كنت سلقاها بسلقها، وطبعا بقطعها كده الاول بتسهل عليا في الحشو وانا بحشي، يعني المحشي وكده تبقى سهله عليا جدا، بدل بقى ما اقعد اعمل واقطع وانا بحشي. لا بقطعها كده وبجهزها، وبعد كده لما باجي بحشي على طول ما بتاخدش مني وقت. جيت بقى هنا على الخضار بتاعي بقى قلت كده اخرطه بقى كده وانعمه. اول حاجه ابتديت اشيل بقى العنق بتاعه الخضار بتاعتي من فوق كده، لان بحب دايما استعملها في الارضيه بتاعه الحله، بتدي للمحشي بتاعك نكهه جميله جدا وهو بيستوي، وبتبقى حلوه قوي في الطعم وفي الريحه كمان. زي ما انتم شايفين اهوت بشيل بقى العين اللي فوق دوت وبركنه على جنب في التتبيله طبعا اللي انا هجهزها للارضيه بتاعه الحله. طبعا انا بجهز الارضيه بتاعه الحله تتبيله قبل ما بحشي المحشي كده. كنت خلاص خرطت الخضره بتاعتي. جيت هنا بقى قلت اما اغسل الرز. معلش يا بنات هي الصوره مش واضحه قوي لان كانت الكهرباء قطعت في الوقت دوت، وكانت طبعا اللمبه بتاعت الاستاند طبعا كانت طافيه، فكان يعني هتلاقي الاضاءه بتاعتي مش في التصوير في القطعه دي مش هتلاقوها كويسه. ابتديت بقى نقيت الرز بتاعي الاول، لو كان في حاجه مش نظيفه بشيلها على طول، وبعد كده هبتدي بقى اغسله. طبعا زي ما اتفقنا الرز المحشي دايما عندي انا مش بنقعه، انا بغسله على طول وببتدي احط عليه التسبيكه زي ما انتم شايفين. نزلت طبعا بالتسبيكه بتاعتي بالخضار، حطيت بقى التوابل بتاعتي، حطيت ملح، حطيت فلفل، حطيت بهارات مشكله، حطيت بابريكا، وطبعا كمون والكزبره. ابتدي بقى اقلب التسبيكه بتاعتي. بحطه طبعا زي ما انتم شايفين انا بحط التسبيكه حسب الرز قدامي، يعني كل ما بحس ان الرز محتاج مني تسبيكه بحط. كنت كده خلاص قلبت التسبيكه بتاعتي مع الرز، خلاص كده التتبيله بتاعت الرز بتاعتي خلاص كلها خلصت. ابتديت بقى اجيب الحله بتاعتي وانزل بالتتبيله اللي انا بحطها في ارضيه الحله من تحت. طبعا انا زي ما انتم شايفين اهوت انا طبعا مخرطه بصله، طماطمايه، طبعا العنق بتاعت الكزبره والشبت اللي انا حيشاها، وكمان طعمتها بحبه من الفلفل وحبه من الكمون وحبه من الكزبره. دي تدعكه بقى كده وابتديت اوزعها على ارضيه الحله، وابتديت احشي بقى المحشي بتاعه زي ما انتم شايفين.
طبعا انا ابتديت بالورق الاخضر الاول، لاني بحب دايما السطر الاولاني من المحشي يكون اخضر، لاني بحبه دايما، انا اللي بحبه يعني، وانا اللي باكله كده. هحشي بقى السطر الاولاني من المحشي. عايزه المحشي بتاعك بقى ما يفكش، ابتدي بقى حطي كميه من الرز بسيطه على قد الورقه اللي انت حطاها. يعني مثلا ما تكونش الورقه بتاعتي صغيره واحط كميه من الرز كبيره، طبعا الرز هيطلع معايا من الورقه بتاعتي. لا، انا بحط كميه رز على قد الورقه اللي انا حطاها او الورقه اللي بتطلع في ايدي. يعني الورقه معايا كبيره بحط كميه رز مظبوطه، الورقه بتاعتي صغيره بقلل من الرز، الورقه بتاعتي كبيره بكتر طبعا من الرز معايا، يعني حسب الورقه انا بحشي معايا المحشي بتاعي. المحشي بتاعك ما يفكش. جمدي على المحشي بتاعك وانت بتلفيه، يعني خلي اللفه بتاعته جامده، يعني ما تخليهاش مهويه، عشان الرز بتاعك طبعا لما انت بتحطي عليه المرقه وكده بيبتدي يغلي، ولو الورقه بتاعتك مهويه هتلاقي طبعا الرز بتاع المحشي بيطلع منك طبعا غصب عنك، وده طبعا اللي بيخلي المحشي بتاعك معاكي يفك. كده هنبتدي بقى نحشي المحشي بتاعنا. طبعا انا حشيت اول سطره زي ما قلت لكم الورق الاخضر، لانه طبعا بيتحمل درجه الحراره بتاعه الحله من تحت، وعموما انا بحبه، يعني انا بحب دايما الورق الاخضر، لازم بعمل السطر الاولاني كده من الورق الاخضر. هبتدي بقى اجيب بقى الورق الابيض معايا، وهبتدي بقى ايه احشي بقى زي ما انتم شايفين اهوت، واحده واحده زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي. ولو كنت وصلتي بقى لحد هنا من الفيديو ما تحرمنيش من لمسه ايدك الحلوه على اللايك. ولو انت اول مره تشوفيني، انا ام لينا ودي قناتي، انزلي يلا اضغطي على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو وفعلي زر الجرس واضغطي على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار يا ست الكل. وما تنسونيش يا حبايب قلبي طبعا باللايك والشير، لان اللايك بيرفع من الفيديو وبيشجعني. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا، ولا من تعليقاتكم الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي وبتفتحوا نفسي وبتكبروا خاطري بيها. ربنا يا رب يديمكم دايما نعمه في حياتي ويخليكم ليا يا احلى اخوات واحلى صحاب واحلى عيله في الدنيا كلها. ويا رب دايما قناتي تكبر باحلى اخوات في الدنيا واحلى صحاب، ويديمكم دايما نعمه في حياتي. زي ما انتم شايفين اهوت، طبعا انا في الوقت دوت انا طبعا بلف المحشي بتاعي وبضغط على المحشيه زي ما قلت لكم، عشان اجمد اللفه بتاعتها عشان ما يفكش مني لما انا بكون حطاه على النار. في الوقت ده طبعا كانت الفرخه بتاعتي كانت طبعا اتشوحت زي ما قلت لكم، وحطيت عليها المرقه عشان انا محتاجه طبعا المرقه بتاعتها احطها على المحشي. فهي كانت ابتدت ان هي يعني تدخل في السوا وكده، فانا قلت بقى ايه على ما اخلص المحشي بتاعي تكون الفرخه بتاعتي طبعا عملت لي المرقه. ما عندكيش مرقه هتبتدي بقى تغلي حبه من الميه وتحطي عليهم ورقتين من الماجي، بتعمل لك برضو احلى مرقه وبتستعمليها ومش بتعمل اي حاجه، وبتدي طعم جميل برضو للمحشي. يعني الجيش بيقول لنا اتصرفوا مش هنقف على اي حاجه. كده خلاص كانت المرقه بتاعتي خلاص طلعت، والمحشي بتاعي كمان كنت خلصته. هبتدي بقى احط القعد بتاع المحشي بتاعي، طبعا بحط القعد وبدي الحله بتاعتي هزتين كده عشان المرقه بتاعتي تدخل بين الصوابع بتاعه المحشي. هنشوف بقى الفرخه بتاعتنا كانت الحمد لله خلاص استوت. هبتدي بقى اطلعها، هجي بقى هنا عليها لو عندك اي ماده دهنيه بقى حبيتي تحطي سمنه زبده زيت. انا بصراحه استخففت الزيت، لان انا الفرخه دي كانت سمينه جدا، فانا حبيت يعني احط الزيت عشان يبقى خفيف معايا. جيت هنا بقى حطيتها بقى في البوتاجاز اهوت، ولعت طبعا الشعله بتاعتي من تحت ومن فوق، وبكده خلاص كان المحشي بتاعنا استوى. الله، كان والله العظيم حبه محشي تحفه، كانوا والله اقسم بالله كانوا زي الكفته بالظبط. ادي المحشي بتاعنا اهو خلاص يا حبايب قلبي. طبعا بتحطي المحشي بتاعك تو ما بينشف من القعد بتاعه، بتبتدي تهدي عليه على النار وبتسيبيه بقى لحد ما يتردد زي الرز بالظبط. وكده خلاص كانت الفرخه بتاعتي خلاص كانت اتحمرت، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين اهوت، وبكده يكون يومنا خلص وروتيننا خلص. يا رب دايما دايما اكون ضيفه خفيفه عليكم. بحبكم في الله، ما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.